الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، وبعد. رسائل كثيرة وردتني، كثيرة. هذا يعاتب، وهذا يسأل باستغراب، وآخر يظن لما لم تدعو للأستاذ إسماعيل هنية. قلت ودعوت والله أعلم، لكن لست كالبعض الذين يبغون المقاطع ويدعون الغيرة والحب، كما أني لست بحاجة إلى رضا أحد أو عدم رضاه، بل الأهم هو رضا الله. والعجب يا جماعة أننا لا ندعو لهؤلاء الناس إلا بعد فقدهم، ولا تظهر البوستات ولا المقاطع إلا بعد موتهم. هلا كان ذلك في حياتهم؟ تسألوني كيف؟ أقول كثفوا الدعاء لأهل غزة والضفة بالليل والنهار، في كل يوم وفي كل ليلة. لا تنسوهم. ومصابنا كبير وعظيم، ليس في الأستاذ هنية وحده، بل في الآلاف الذين تعدوا 40,000 وقد علموا بأسمائهم من الأطفال والنساء والفتيان والكهول، فضلا عن أكثر من 10,000 تحت الأنقاض. الناس لا تعرفهم، ولن ترى لأحد منهم بوستا ولا حتى مقطع. الله يعرفهم. إضافة إلى قرابة 100,000 جريح ومعاق من جراء وحشية الاحتلال الغاصب المجرم، وبمعاونة الداعمين المجرمين الدمويين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والأستاذ هنية وأولاده وأحفاده ما هم إلا عدد يسير من هذا العدد العظيم، وكلهم قد ضحوا وقدموا كل شيء. بل والله إن أهل غزة قد تحملوا ما لا تتحمله الآلات ولا الجبال الراسيات. ولو كانوا من حديد لذاب الحديد من القنابل التي تزن الواحدة 2000 كيلو، ومن الصواريخ ومن الأسلحة المحرمة دولية. أسأل الله أن يحرق أجساد صانعيها الداعمين، وأن يحرق أجساد المحتلين. أسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يجمد الدماء في عروقهم، وأن يدمرهم بمفاعلهم. والله إني لا أكف عن الدعاء لأهلنا بغزة والضفة بالليل والنهار، ولو استطعت أن أفديهم بروحي وجسدي لفعلت، وما تأخرت. حقا لا تستوي النائحة الثكلى بالنائحة المستأجرة. لذا أدعو لهنية ولأولاده ولأحفاده ولجميع الضحايا من غزة والضفة من الصابرين المحتسبين، حتى وإن كانوا غير معروفين. الله يعرفهم. لهم قائلة: اللهم أبدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهليهم، وجوارا خيرا من جوارهم، واجعلهم جميعا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. اللهم واشف الجرحى والمصابين، وسدد رمي المجاهدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين.